طبعا كلنا بنحب الكب كيك لأنه سهل وسريع وممكن نعمله في أي وقت، وبيحل لنا دايما الأزمة بتاعة الفطار. وبالنسبة للأولاد أول ما بنقول كب كيك طبعا ده العشق بتاعهم. حلو قوي، وخصوصا دلوقتي في المدارس لو عايزين نديهم حاجة حلوة في اللانش بوكس نكون ضامنين المكونات بتاعتها وما فيهاش مواد حافظة. في الفيديو النهاردة هنعمل مع بعض كب كيك سهل وسريع ومكوناته بسيطة، وكمان مش هنحتاج فيه ولا خلاط ولا مضرب كهربائي. وزي ما انتوا شايفين كده الكب كيك طالع طري وقطني جدا وعامل زي الاسفنج. يلا بينا بقى نشوف المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة معانا بيضتين يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، هنضربهم كده مع بعض يعني لمدة نص دقيقة. وبعد كده هنضيف عليهم نص كوباية من السكر، وممكن تزودوها شوية لو انتوا بتحبوا الكب كيك يبقى مسكر شوية. وهنضرب السكر مع البيض لغاية ما نحس ان السكر داب والخليط بقى كريمي شوية زي ما انتوا شايفين كده. اول ما نوصل للقوام ده هنضيف الزيت، احنا معانا تلت كوبايه من الزيت يعني 80 ملي. هننزل بيها على الخليط وهنخلطهم كويس لغايه ما برضو كل المكونات تمتزج كويس مع بعض. في الوقت ده طبعا هنكون محضرين كميه اللبن بتاعتنا اللي هي نص كوبايه من اللبن اللي هي 120 ملي، ويكون بدرجه حراره الغرفه، يعني ما ينفعش نطلع اللبن من التلاجة ونستخدمه. انا كنت نسيت الفانيليا فبضيفها دلوقتي معلقه صغيره من الفانيليا. وطبعا ما ننساش رشة الملح لأنها مهمة جدا في توازن الطعم، بنضيفها برضو مع السوائل ونقلبها عشان نضمن إن هي دابت. دلوقتي بقى بالنسبة للمواد الجافة احنا معانا كوباية وربع من الدقيق يعني 160 جرام. هنضيفهم على مرتين وننخلهم بالشكل ده. أول ما بدأت أحضر في عجينة الكب كيك أنا كنت فتحت الفرن على 180 من فوق ومن تحت، عشان لغاية ما أخلص تجهيز العجينة بتاعة الكيك يكون الفرن سخنت كويس جدا. بس لما بدخل الكب كيك الفرن أنا بطفي الشواية وبخليها شغالة من تحت بس، ده طبعا لو الفرن عندي ما فيهاش مروحة، لكن لو الفرن فيها مروحة بنشغلها من تحت ومعاها المروحة بنشغلها على 160. انا هنا كنت ضفت كل كميه الدقيق وبقلب المكونات كويس مع بعض عشان اضمن ان مفيش اي تكتلات. فاضل معانا مكون واحد بس وهو معلقه كبيره من البيكنج باودر او 10 جرام من البيكنج باودر. هقلب بقى الخليط مع بعضه واضمن ان كل حاجه امتزجت كويس جدا ومفيش اي تكتلات او في اي دقيق لسه ما امتزجش. كده خلاص كل المكونات امتزجت كويس مع بعض، وده القوام بتاع العجينة بتاعتنا. عايزاكم تركزوا جدا في القوام بتاع العجينة، مش عايزينها تكون تقيلة عن كده، ده اللي هيخليها قطنية وعاملة زي الاسفنج بعد كده. بعد كده بالمعلقة او بسباتشولا بتأكد ان كل حاجة ممتزجة كويس مع بعض. جبت صينية الكب كيك وحطيت فيها ورق الزبدة وهبدأ املاها بالخليط بتاعنا. الكمية المناسبة من العجين هي تقريبا 3/4 ورقة الزبدة، يعني ما نملهاش أكتر من كده أو تبقى أقل من كده. ممكن تبقى أقل يعني عشان يدوب تبقى مالية ورقة الزبدة لما تتخبز. بس لو عايزينها عالية حاجة بسيطة يبقى 3/4 ورقة الزبدة يبقى فيها من الخليط ده. المقدار ده هيعمل معانا 12 واحدة حلوين جدا. في خطوة مهمة قوي لازم ناخد بالنا منها، ان احنا نخبط الصينية 3 4 مرات بالشكل ده، عشان ده بيطلع منها فقاعات الهواء الزيادة، ما يبقاش فيه فراغات جوه الكب كيك لما نقطعه بعد كده. حاجة بقى خطوة إضافية كده بتفرح الأولاد جدا، إن إحنا ممكن نحط قطع من الشوكولاتة على الوش بتاع الكب كيك. بتدخل الفرن في الرف الوسط، بتاخد تقريبا من 20 ل 25 دقيقة لغاية ما بتستوي بالشكل ده. بعد ما بنخرج الصينية يفضل إن إحنا نشيل الكب كيك ونحطه على شبكة بالطريقة دي عشان يبرد، لأن إحنا لو سيبناه في الصينية بتاعة الكب كيك ممكن يعرق ويعمل مية كده ومش هيبقى لطيف. شايفين ده منظره النهائي؟ شكله جميل قوي، واكيد يعني الاولاد لما هيشوفوه هينبسطوا بيه جدا. ممكن كمان يساعدوكم ان هم يعملوه معاكم هينبسطوا اكتر. واخد لون حلو قوي من فوق ومن تحت لان احنا سويناه بالطريقه المظبوطه وكنا مسخنين الفرن كويس قبل ما ندخل الكب كيك. شايفين لما بتفتحوها كده من جوه بتحسوا قد ايه الطراوه بتاعتها وقد ايه هي اسفنجيه وهشه جدا، وبجد هتعجبكم قوي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وهستنى صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفه، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.